لسه نأكد على الناس ان لسه القانون ما طلعش يا جماعة، علشان ما حدش بس ايه يقول لكم كلام مش حقيقي. انا مستأجرة ومكلف الشقة وتشطيب مش هتسمح ازود الايجار ولا اخد مكان تاني ومعرفش اقعد عند حد. فدي مشكلة يا عزة اللي احنا بنتكلم فيها. فاحنا كل اللي هنقدر نعمله، احنا لسه القانون ما طلعش، بس عشان تبقي فاهمة مجلس الشعب بموافقته يعني القانون اتحرك بنسبة او يعني خد تنفيذ بنسبة 80%، لكن لسه رئيس الجمهورية ما صدقش عليه ولسه ما اتنشرش في الجريدة الرسمية. فبناء عليه لسه القانون ما طلعش. آه لو طلع يبقى هيحصل فيه طعن على القانون. أملنا كبير في الدستورية إن شاء الله. خلاص هنمشي بعد ما دفعنا دم قلبنا؟ لا أكيد أكيد ربنا مرضاش كده. سني 60 سنة إن شاء الله ربنا هينصركم وهيساعدكم وهيحقق لكم اللي انتوا بتتمنوه. لو سمحتي، كاتب العقد مدته سنة وإنه امتداد للقانون القديم. يقدر يطردني؟ لا، هو يعني ايه امتداد للقانون القديم؟ انت شاري مكان حد مش كده؟ شاري مكان حد. طب قولي بس تواريخ، يعني انت اتعاقدت سنة كام ومكتوب في العقد سنة كام؟ لو سمحتي حضرتك كنت عامله فيديو بتقولي ان الامتداد ما حدش يتعرض له. هو ما عشان كده القانون بتاع المفروض هيصدر ده اللي هو لسه ما تصدرش، ده ما ظهرش يعني ما تنفذ، ياخد عدم دستوريه لانه بيتعرض للامتداد بالظبط. ان شاء الله يا عز. ابو ايه داخل عندنا غلط هنا يا شيخ. انت مسكين يا شيخ. انت مين يا شيخ؟ روح بارك هناك يا ابني. هو الف مبروك مقدما طبعا ان شاء الله المستاجرين. ربنا هينصرهم يعني. ماشي. آه اوكي. العقد لو مش مكتوب فيه مدة هنفضل قاعدين. العقد مش مكتوب، العقد الاساسي، ما كل العقود القديمة مش مكتوب فيها مدة، لكن القانون اللي مجلس الشعب وافق عليه قالك احنا عايزين يقعد تقعدوا 7 سنين بس. متعاقد سنة 2002. طيب 2002 لو انت كده مفروض القانون اللي يطبق عليك القانون الجديد. فلو المؤجر راح رفع عليك قضية ان انت ما زودتش الايجار، فانت هتروح لقاضي الامور الوقتية وتقول له ان انت متعاقد سنة 2002، هيحول لك القانون من ايجار قديم ل 59 سنة. ها، علشان انت كده الحالات دي بيبقى اسمها عقود سورية، والقضاة عارفين اللعب ده يعني. فانت تروح تعرض امرك على القاضي، وهو مش انت تعرض بقى، هو المؤجر سيبه لما هو يروح المحكمة يعني. تقوم انت رايح ويبقى ده ردك ان انت عامل عقد سوري بتاريخ عقد ايجار قديم، يعني انت شاري عقد ايجار قديم لكن الحقيقة انت متعاقد سنة 2002. وان شاء الله القاضي يحول لك العقد بتاعك لمدة 59 سنة. تحرك وموقف المحكمة الدستورية بناء على طلب أو دعوة مننا دلوقتي، ولا المحكمة من نفسها هتلغي القانون؟ المحكمة الدستورية ممكن تتصدى من نفسها للقانون ده، ولو ما تصدتش من نفسها فهيتم فيه حاجة اسمها عقبة تنفيذ. المستأجرين، حد واحد، شخص واحد من المستأجرين يقدمه، هيعم على كل المستأجرين. مسافر اخي وهو امتداد اول، هيفتحوا الشقه وحاجته ايه يفتحوا الشقه ازاي يعني؟ ازاي يفتحوا الشقه؟ ما فيش حد يفتح شقه حد. ده كان في مواطن مصري عنده تحف وانتيكس وحاجات غاليه جدا، وقالوا ان دي حاجات اثريه وحاجات مش عارف ايه، لما قرروا يفتحوا الشقه رفع عليهم قضيه. لا، ما حدش بيفتح شقه حد. هيتنفذ لسه بدل رئيس الجمهوريه ما صدقش عليه يبقى لسه. بمجرد ظهوره ايوه، بمجرد ظهور القانون في الجريده الرسميه تاني يوم الصبح على طول تروح الدستوريه على طول. كاتب في العقد 2000 مدته السنه وانه امتداد للقانون القديم يقدر. لا لا لا، ما انا قلت لك بقى هتعمل ايه. لو سمحتي، العقد ممضي بتاريخ 1/1/97 بس مفتوح المدة برضه وغير محدد، فهذا ينطبق عليه القانون الجديد. القانون 59 سنة، انت مادام 1/1/97 انت القانون ال59 سنة، لسه عندك امل. امال يبقى عندي ايه؟ بسبس خافت بسبس جرت.
ما دام ربنا موجود لازم يبقى فيه امل. يا اما كان كل الانبياء ما كملوش الدعوه وما كملوش هو بعد يونس ما الحوت بلعه وطلع كمل الدعوه، عايز الناس ما يبقاش عندها امل؟ ايه يا رباب؟ لو سمحتي العقد اوكي. طيب انا تهت، يعني العقد مش مكتوب فيه مده؟ اه العقد، لا العقد القديم مش مكتوب فيه مده، مكتوب فيه مشاهره، يتجدد كل شهر بس مدى الحياه. فالعقد القديم اللي هو قبل 96 مش مفهوش مدة. ال7 سنين دي القانون اللي مجلس الشعب وافق عليه هو اللي 7 سنين. تمام كده ولا صعبة لسه؟ اللايفات ولا الفيديوهات على التيك توك او سواء هتغير حاجة وخلاص، السيسي ومدبولي عملوا اللي عاوزينه. تمام يلا انت عايز تعمل ايه بقى؟ على الكلمتين اللي انت كاتبهم دول عايز ايه؟ تروح تلم الدودة ولا عايز تنتحر ولا عاوز ايه؟ اللي انت عاوزه روح اعمله. انا سمعت عاطف مغاوري بيقول ممكن المحكمة الدستورية ترفضه وفقا للآليات معينة، ده كلامه بالنص. تمام بالظبط كده. حتى لو كاتب انه امتداد للقانون القديم، لانه ده امتداد سوري مش امتداد حقيقي، لان انت مادام متعاقد في سنة غير السنة الحقيقية للقانون القديم فانت ده امتداد سوري مش امتداد حقيقي. المالك مش من حق، مش بيديك امتداد، يديك امتداد المحكمة هي اللي بتديك امتداد. اللي انا مأجر منه باع البيت الواحد تاني، ايه الرد؟ الواحد التاني ده بعت لكم اعلان رسمي ان هو المالك؟ انا سامعه في قضيه هيتحكم فيها، ايوه يوم 5/7 بالظبط كده. انا عندي ثقه في ربنا ان القانون هيرجع تاني. ربنا بيعمل معجزات، بيعمل معجزات. انا مش عارفه، مش ممكن ما تكونوش كل واحد في حياته قابل معجزات. ما تقولوليش كده يعني مش هصدقكم. ده احنا كل يوم بيعمل لكل واحد فينا معجزه. بتتكلموا في ايه؟ نبدأ ناخد 250 من امتى؟ لا مش هتاخد يا عبد المؤمن، مش هتاخد 250. لا القانون لسه مطلعش، انت مستعجل على 250. لو سمحت العقد ممضي بتاريخ اوكي، بيقولوا ملوش لازمة. هو مين ده؟ على فكرة هيحصل مجازر بين اولاد المستأجرين والملاك، نفسي اعرف ازاي يطلع قانون زي ده. احنا قلنا لا لطرد المستأجر من أرض اللواء المهندسين، لا لتشريد الشعب. طب عقبة التنفيذ تاخد وقت قد ايه؟ لا يعني ما بين شهر وشهرين. المحكمة الدستورية طبعا بيكون امتى والحكم بعدم الدستورية؟ هيام اوكي. مش عارفة هيام. مش شايفة الاي، معلش شايفاها ال. اوكي. المحكمة الدستورية الطعن بيكون بعد اول ما القانون يطلع في الجريدة الرسمية يتم الطعن فورا. يا سلام لو الدستورية قالت انها تقر القانون الجديد يبقى الدولة بلا قانون. الله اكبر. انا المالك طن 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 طن. طب عقدي 97 مكتوب الى ان يزال العقار. دي مشكلة يا سوما، يعني مشكلة مؤقتة. يعني لو المؤجر بتاعك او صاحب العين راح المحكمة فالقاضي ممكن يحولها لك ل 59 سنة يعني. طيب عقدي من سنة 95 مكتوب فيه مشاهرة. قانون قديم مشاهرة طبعا. انا عقدي من 1990 وانا كده موقفي ايه؟ قانون قديم يعني في الفرح معانا في الفرح. دستورية غير مسيسة، ايوه. انا بدفع سنوي في المحكمة والمفروض ادفع دلوقتي. ادفع ازاي دلوقتي لو سمحت؟ لا لغاية دلوقتي، لغاية اللحظة اللي انا بتكلم فيها يا رامي دي دلوقتي القانون مش مفعل. فحضرتك لو رحت بكرة الصبح هتدفع ايجارك القديم، فروح ادفع ايجارك القديم. بيقولوا دينا بصي ما يعني هتشتغلي على بيقولوا انت حر. الحياة ان انت تذاكري وتخشي الامتحان. بيقولوا الامتحان هيبقى صعب. طيب ما يقولوا يعني ما تخشيش الامتحان عشان هيبقى صعب، ما يبقى. الدستورية اعلى سلطة على الجميع بالظبط. انا مستأجر محل تجاري والعقد فيه زيادة سنوية. ما هو هنا احنا قلنا القانون مجلس الشعب وافق عليه ده بيعطل كل العقود وكأنه حاطط فورم جديدة يعني. عقدي سنة 94 مشاهرة وانا من سكان ومرفوع طرد.
ما هو لا خلاص بدل ما فيش حكم خلاص. لا، مش بزوال العقار يعني 59 سنة. انت تاريخ تعاقد بتاعك يعني انت تبع القانون ال 59 سنة، مش بزوال العقار. انت اساسا ممكن الورثة يا حسن. حسن انت مالك ولا مستأجر؟ عشان انت لو مالك انا ما يهمنيش اشرح لك بصراحة واعمل لك بلوك واخلص منك. بس مكتوب فيه ممتد. التاريخ هو اللي بيقول لنا ده ايجار قديم ولا ايجار جديد يا محمد. فانت قول لي التاريخ بتاعك بس. تفتكري الدولة والنواب والحكومة ما سألوش رئيس المحكمة؟ ما سألوش رئيس المحكمة يعني ايه؟ انتوا برضو متأثرين بحكاية ان هي مدرس الفصل لازم لو ما خدتش عنده درس هيسقطك في المادة. يعني انتوا ايه مسيطر عليكم الجو ده؟ خليه بقى، مش هقدر انا اغير يا حرام التاريخ جواكم. ممكن الدستورية العليا ترفض الطعن؟ لا. مين اللي بيقولوا اوكي؟ شكرا يا رامي. اوكي. ليه الرئيس عين قضاة جدد في الوقت ده بالذات؟ لا، تسأل الرئيس. لو سمحتي انا مستأجر اصلي 92 عايشة عند ابني. بروح شقتي كل فترة لاني بتعالج في معهد القلب. هل لا. محتاجين مرة كل سنة، مش مرة يعني استهلاك مرة في السنة ان عندك استهلاك غاز ومية وكهرباء. وبما ان حضرتك مريضة فمعاكي ما يثبت ان انتي مريضة وبتتمرضي عند ابنك ولكن بترجعي بيتك. فلا. لا طبعا محدش يقدر يطلعك. يا فندم انا بيتي هو وطني وارضي. بيتي هو تحيا مصر. عقدي سنة 2002 بوافقة المالك بنفس العقد ده عقد قديم. لا 2002 عقد جديد مش قديم. انا ارملة وبدفع في المحكمة بقالي 20 سنة. ده احسن حل. الزيادة لو حصلت هتحصل على قيمة العقد الاساسي للناس اللي عندهم 20 ضعف و10 اضعاف. هو ده اللي هتحصل على قيمة العقد الاساسي. لكن الناس اللي عندهم حد ادنى هم هيبقى بيتحرك في الحد الادنى. محل بعقد شهر واحد. بعقد شهر واحد 96 مشهر كام؟ واحد يناير يا قصدك حمدي؟ يناير. لو يناير تبقى انت ايجار قديم. هيام ميرسي ليك يا هيام. حد عايز يطلع جاست يا جماعة يبعت بس. لا مفيش طرد ولكن بعد مش عارف. انا مستأجر وعندي شقة لابني عايز اخلص من حوار الطرد. اعمل ايه؟ ما هي شقة مش هي باسم ابنك؟ خلاص باسم ابنك قد ايه؟ يعني لو راجل كبير عنده ذمة مالية خاصة بيه خلاص. امي والله بتعيط ومش عارفة هتروح فين. ارملة. مشكلة جدا 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 بس هديها. قولي لها ان شاء الله لسه القانون ما تفعلش. لسه رئيس الجمهورية ما مضاش عليه. لسه ان شاء الله سيتم الطعن عليه. لسه املنا كبير في ربنا يغير الامور. تفتكري الرئيس ما رفعش سماعة التليفون وسأل عدلي منصور؟ يا دارك انت من ايام عدلي منصور اذا كان القانون دستوري من عدم. هنعمل ايه يا استاذة؟ هنستنى القانون يطلع ويتم عقب التنفيذ عليه للطعن على القانون. عقد الايجار سنة 70 طبق عليه. من فضلك عقد الايجار سنة 2002 نفس العقد القديم موافق صاحب العقار. ده عقد قديم. لا عقد مش قديم. عشيوع سنة 89 موقفه ايه في القانون الورثة من عايزين ينزلوه من 59؟ مين اللي ماضي لك على عقد؟ لو اللي ماضي على عقد المالك الاصلي مش هينزلوه. لكن اللي ماضي لك على عقد حد من الورثة، واحد من الورثة ممكن ينزلوه. وحضرتك تروح المحكمة الابتدائية لو ما خدش حكم لصالحك تروح الاستئناف. لو ما خدتش حكم لصالحك تكمل في النقد. النقد هتظبط لك الدنيا يعني. طيب ناخد بقى جستات معانا يا جماعة.
واللي عنده حاجة، اني شايفة الاسئلة بدأت تتكرر. اه طبعا يا جماعة، في امل في امل في امل. ما عملناش زي لبنان. اهلا جيهان، اهلا. التاريخ لا يرحم والشعوب لا تنسى. مواطنون مدافعون عن الدستور والعدالة الاجتماعية. مساء الخير، زي حضرتك؟ عقد سنة 94 ومدة امتداد من جدي سنة إيجار بداية من 92 تقريبا. طب العقد باسم الجد، والجد موجود ولا توفى؟ لو موجود اوكي، يبقى يمتد الجيل الواحد اللي هو لوالدك. لو الجد توفى قوليلي توفى سنة كام. السلام عليكم أستاذة سمر، منورة الدنيا. اهلا اهلا أنا اهلا. متابع ازيك، حضرتك عامل من ايه؟ زمان على فكرة، أنا أقدم صديق عندك على فكرة. ايوه ايوه ايوه، عارف. فاكرة. تحياتي لحضرتك. اشكرك اشكرك. ايه الاخبار عندك؟ والله يا أستاذ سمر، طبعا يعني مدار يومين، احنا شفنا يومين متناقضين طبعا في مجلس الشعب. طبعا يوم حسينا بأن الدنيا في صفنا، وتاني يوم خدنا الكف على وشنا يعني، فما تفهميش الدنيا ماشية ازاي. امم. فالمهم اللي حصل حصل يعني، وامرنا لله. بس هو في بند في القانون بقى، اللي هو من ضمن الماده اللي نزلت، ان من حق المالك في حاله انه اثبت ملكيه شقه اخرى مثلا، او مكان تاني، انه يعمل دعوه لقاضي الامور الوقتيه بالطرد فوري، يعني قبل 7 سنين، في خلال شهر بالكثير يكون الموضوع خلص. فايه ايوه. البند ده يعني؟ هما بيحاولوا ان هو يقول لك بدل ما انت عندك مكان تاني، انت ليه منتفع بالشقه الايجار القديم اللي هي ايجارها ضعيف؟ فهو بيقول لك بدل ما عندك مكان تاني، انت مخلي دي ليه؟ يعني هو منطق القانون اللي انا رافضاه، بس عشان ما تفتكرش اني بدافع عنه، انا بشرحه لك. منطقهم ان انت عندك مكان تاني، يعني انت مش هتبقى في الشارع، فسيب المكان ده لحد تاني ممكن ما يبقاش متاح ليه مكان. طب هو فاكر، المادة دي فاهم الفكرة؟ دستورية؟ لا المادة هو دي مش دستورية؟ دستورية. لا مش دستورية، والسبب ان مجلس الشعب طلع برضو قانون بان اي حد عنده شقة تمليك يسيب الشقة الايجار، وتم الطعن عليها في الدستورية. ليه؟ لان في قال لك حق التمليك شيء، والملكية الخاصة شيء، والايجار شيء تاني، ما ينفعش الخلط بينهم، فهو الامر غير دستوري برضه. دي من النقاط الغير دستورية اللي ممكن يتم الطعن عليها. برضو الدولة عندها برضو شركة مصر للأصول العقارية اللي برضو عايزة تنتفع بالشقق بتاعتها، فقالت لك لو عندك مكان تاني روحوا. بس ده مش معناه ان المادة دي دستورية، المادة دي غير دستورية للخلط بين التمليك والإيجار. أستاذ مصطفى طب بيقول لي بناء على إيه؟ بناء على إن في بند في القانون نزل امبارح في التشريع امبارح، إن هيحصل طرد لو عندك مكان تاني، يعني لو حتى لو أوضة في صالة يعني. هي دي الفكرة. بس يبقى تمليك لو ما هو ملك. الكلام أيوه بالظبط. يعني مش انت مثلا قاعد، يعني انت بتشتغل في محافظة تانية مثلا، فمأجر مكان تاني، اه او بتروح في مكان تاني، او الشغل موفر لك مكان، ما ينفعش يقول لك لا انت عندك مكان تاني. لا، ده مش مكان تاني، لازم يكون مكان تمليك، مكان آمن. بالظبط. طب سؤال غير يا برضو أستاذ سمر، انها يعني دلوقتي مادة غير دستورية. في حاجه تخصني انا بقى، انا ليا حصه عقاريه في نفس المكان، في نفس البيت. امم. حصة يعني عقارية البيت اللي انا ملكك فيه يعني. انا اه تمام. دي ممكن يعني يحصل ضدها اجراء مثلا ولا حاجه، ولا تبقى ماشيه ازاي؟ انتوا قسمتوا الورث وانت خدت الجزء بتاعك، ولا لسه على المشيعة؟ لا، بتاعه هو على الشيوع، هو مش ورث. هو الحصه دي كانت بتاعه واحد اشترى وباع لي، اشترى من الملك الاصلي اه للعماره وباع لي، باع اه. لي انا، باع لي الحصه دي. تمام. بس الحصص كلها مشاع في العمارة يعني، الحصص على الشيوع كلها. هي دي بص، الفكرة. بس هو أنا فكرة بقى الإثبات
انا شايفه ان اثبات الملكيه ده امر صعب يعني، برضو يعني هم هيبحثوا في اثبات الملكيه ده منين يعني؟ سهله، يقول لك عقد بتاع ده، وصل بتاع ده عداد كهرباء مثلا، فاهمه كده؟ ممكن طب ما انت مش صعبه يعني اثبات. في الايجار عندك عداد الكهرباء باسمك او اسم والدك وانت مش مالك. بالظبط بالظبط طب ما لا، بالظبط. مش مستند. اه، صح، فانا بتكلم في دي يعني عشان الحصه مش العقاريه يعني. مستند. مستند السند الملكيه لازم. اه طبعا، ولو انت مسجلها فلازم حد يروح يبحث بقى لا في انا ما التسجيل ده لو سجلتش انت الحمد مسجله، لله. يعني هو الامر ما مش هين يعني، سجلتش. مش سهل يعني. ما هو اكيد اه انت مسجلتوش طبعا. طبعا ما تمام. انت لسه بتقولي على الشيوع فيعني. لا لا بالظبط. لا مفيش. ربنا هي يستر هي على حرب العموم. نفسية أكتر منها، هي حرب نفسية. ولو حد أصلا أنت ممكن تبقى عندك معلومات لكن مش قادر تثبتها. يعني أنا طب أعرف تفتكر إن يا جاري استاذ الفلاني ده سمر يعني عنده مكان الناس تاني، لكن متعشمه، أثبتها إزاي؟ الرئيس ما يصدقش على الحكم، تمام؟ فتفتكر يعني امم. الرئيس يعني بعلاقه وطيده جدا بمستشار عدلي منصور اللي هو رئيس المحكمه الدستوريه اصلا، تمام؟ امم. يعني ما قالوش يعني كده، سماعة التليفون كده قال له يا سيادة المستشار ايه رأيك اللي احنا بنعمله ده صح ولا بنعك؟ كده هيقول له صح يعني، فمش معقولة عايزني يعني هيسمع. أتكلم عايزني أتكلم على اللي بيدور في دماغ ما انا الرئيس. بقول طيب، لحضرتك. مساء انا الخير، مساء بفكر. يعني الخير. بصفتي إيه يعني؟ مساء الخير. مساء الخير، ثانية ازيك يا واحدة. استاذة سمر؟ ازي حضرتك؟ أهلا. احنا كلنا سمعنا الرئيس وهو بيدي إشارة البدء بفتح ملف القانون الإيجار القديم، وبيقول ايه وايه السيناريو والحوار. ولو يعني سمعنا كل الحوار بالفيديو، هو حاطط السيناريو والحوار اللي مشيوا عليه بالظبط. تمام. فاحنا مش هنتساهل حقنا، هنلجأ للقضاء، وإن شاء الله القضاء ينصفنا. لأن في ناس من الثمانينات لحد منتصف التسعينات فوق المية وفوق الميتين. أنا واحدة 200 جنيه، امم. يعني هدفع وفي منطقة متميزة في الأقاليم، بس هتعتبر منطقة متميزة. طيب امم. تمام، هدفع كده 4000 جنيه ليه؟ وأنا دافعة مقدم، أنا مش من بتاعة الخلو، أنا دافعة مقدم. امم. يعني مكتوب في هيبقى العقد يعني. مكتوب في امم. العقد. امم. وال 200 جنيه احنا دلوقتي طبعا بندفع صيانة وبندفع حاجات، فبيوصلوا للمبلغ يعني كبير شوية. تمام، بس انا امم. مش هدفع 4000 جنيه في حاجة انا صرفت عليها فوق ال 500 الف جنيه بجد. بجد، دي حقيقة انا عشتها. انا مش بقول حاجة. ومستأجر اصلي، مستأجر امم. اصلي. دي حاجة. الحاجة التانية هم يلعبوا على موضوع الأجرة، إن الناس مش هتقدر تدفع أو مش هتوافق تدفع، هيلجأوا لقاضي الأمور الوقتية. وبعدين يعني حتى لو حبال زي ما بنقول القضاء طويلة، في ناس كتير مش هتتحمل. في ناس كتير مش هتتحمل. والحاجة التانية اللي أنا سمعتها أصلا، ودي حصلت على أرض الواقع، المساومة. المساومة سواء من المالك القديم أو الجديد، ان هو عرض على ناس ان هم يفضوا العمارة كلها ويدفع لكل واحد 200 ألف جنيه، بس يفضوها بكرة. في ناس وافقت على فكرة. تمام. الحاجة التالتة بقى، ان هي ايه كمان، نقول بقى البلطجة بقى، نقول بقى اي حاجة. وبرضه حصل امبارح الكلام ده، سمعناه وشفناه فيديوهات. ادي امم. 3 سيناريوهات هيحاولوا يخرجوا الناس بتوع الايجار القديم قبل السنة ما تخلص، أو قبل كام شهر. مش 7 سنين، ولا هم قايلين في القانون في خلال 7 سنين، مش بعد 7 سنين. فالألفاظ بتفرق. احنا عملنا ان احنا نلجأ للدستورية، ان حد يكون عنده مثلا امتداد وكان رفع قضية، وهو اللي يبدأ يرفع قضية علشان الكل يتحامى فيه. دي حاجة. والحاجة التانية برضو ان احنا هندفع ال3 شهور ال 250 جنيه، وبعد كده هنقول لا مش هندفع. المؤجر هيروح يرفع علينا قضية طرد. بقى هيبقى بيننا وبينه المحاكم بقى، هنحيل القانون، هنقول للقاضي ان القانون ده غير دستوري، فعايزين نحوله للدستورية. تمام. على حسب امم. بقى القاضي ورؤيته، بس ما اظنش ان في قاضي شريف، ان شاء الله كلهم يبقى شرفاء شرفاء يعني. ويحول خلي بالك انت محتاجة قضية واحدة تتحول. انت محتاجة قضية بس واحدة. اي واحد امم. بس يكون محامي رافع قضية او كسب قضية لحد عنده الامتداد، يتطوع بقى
ومن مصلحة طبعا المستأجر يرفعها، فده هيحمينا كلنا ان يوقف القانون. ممكن يوقفوه على الامتداد، بس موضوع الأجرة هيبقى فيه ظلم. أو انتوا مش قادرين تستنوا ان القانون ينهي نفسه بنفسه والناس والمستأجرين راضيين؟ العلاقة دلوقتي يا أستاذة سمر ما بقتش بين ملاك، أو هي ما بدأتش بين ملاك ومستأجرين، هي بدأت بين مستأجرين وحكومة ونظام. جيت وقلت إن القوانين لا هنلغيها بجرة قلم وبموافقة مجلس نواب اللي هو مجلس تنفيذي للحكومة، كلنا عارفين. والمسرحية الهزلية اللي حصلت دي، احنا كل الناس يعني احنا مش أغبياء قوي كده، على فكرة الشعب المصري مش غبي، مش غبي. جبالي انا من اول اللي هو الكلمه الافتتاحيه بتاعته في مجلس النواب، انا حسيت يعني الناس يقولوا لا ده ما اعرفش ايه، لا على فكره لا، واضح وضوح الشمس انه كان فيها تلاعب وفيها اقرار بانه ان هم موافقين على القانون، بس حبوا يعملوا ايه؟ حبوا يرادوا الناس او ينيموهم شويه، يقولوا لهم اهو احنا بنعملوا ديمقراطيه جامده اهوت، الديمقراطيه ما فيش بعدها. وبنشتم في الحكومه، ده احنا كان ده لدرجه ان هم ادونا امل ان هم هيجيبوا رئيس الوزراء ويسحبوا الثقه من الحكومه. في بعد كده ايه مسرحيه؟ في بعد كده ايه مسرحيه؟ طيب نرجع لحته 81. ليه مبارك ما لغاش القانون؟ ليه ما كان في فرصه فظيعه لمبارك يوم ما عدل القانون يناير 96؟ كان ممكن يلغي قانون الايجار القديم، مش يلغيه يعدله، يقول لا، يقول ان خلينا للجيل الحاضر. وفتحي السرور والناس دي هيقولوا لا، الناس دي ما ينفعش نمشيهم وهم وضعهم رضائي في عقد وهم ماضيين عليه، والحكومه على مدار السنوات ما ينفعش حكومه جديده دي تيجي تتملص من قوانين حطها حكومات قبلها او نواب قبلهم، ما ينفعش. طب اثر قانون رأي ولا قانون لا بالظبط. ده انتوا المفروض الحكومات المتعاقبه او النواب المتعاقب يحترم كل قانون او دستور سابق. هو احنا بس طبعا عارفين ان في مصالح، أو المصالح ان ممكن حضراتكم بتتكلموا في استثناء غير موجود علشان نبرر ان العملة قيمتها راحت. لا حضرتك كان الكل مرتضي على الأجرة لغاية فترة حسني مبارك. ليه؟ كان الجنيه ليه قيمة. إطلاق كلمة استثنائي احنا حاليا دلوقتي في استثناء أكبر، لأن مثلا احنا في ظل حروب حوالين مننا، وفي ظل ارتفاع محروقات غير مسبوق، وفي ظل يعني اسعار يعني مولعه نار، وفي ظل وفي ظل اوامر الشباب الصندوق النقدي الدولي، ماشي تمام، احنا عارفين طبعا و- الحاجات دي. وخاضعين له. فلما لو اتكلمنا بقى في كلمه استثنائي دي اللي عليهم مش ليهم، يعني احنا المفروض لما نيجي نقول طب استثنائي هقول احنا لحضرتك نقول حاجه استثنائي. طب لا انا هقول لحضرتك حاجه، واستاذه سمر انتوا ما سمعتوش في كلمه محمود فوزي قالها لما وقف كده وهو مش قادر ياخد نفسه، لما يعني عشان يكملوا المسرحيه معانا، لما الجبالي قال له وانت تيجي حاضر في جلسه تاريخيه ومش محضر بياناتك؟ قال له جاب سيره الظروف الاستثنائيه، معلش يا ريس احنا ظروف استثنائيه وحاجات، قال ايوه الكلمه دي حصل. على الوقت الحاضر. ما هو احنا بنلعب بالالفاظ حسب رغبتنا ولما تكون في صالحنا، انما الحقيقه بتقول غير كده خالص. الحقيقه بتقول ان الناس دي وصلت لانها عايزه ضريبه ثروه عقاريه زياده، عايزه جدا جدا. عايزه تبيع املاك الاوقاف اللي هي مش املاك الدوله على فكره، ده مال وقف، المفروض النبى بيتعمل له حصر عشان يتباع. لا المفروض بقى الاملاك دي اصحابها يستردوها هم. وعايزين نرجع الحقوق لاصحابها يا جماعه. طب ما احنا الخمس فدادين اللي تم التنازل عنهم، من لا يملك اعطى لمن لا يستحق. طب ما نعمل قانون ونقول يا جماعه ده كان قانون استثنائي، ادونا الخمس فدادين وناخد الرقعه الزراعيه تاني، وناخد القصور نرجعها لاصحابها، والمجوهرات اللي اتاخدت ترجع لاصحابها، والقصور اللي موجوده في وسط البلد ترجع لاصحابها. انما هو قانون استثنائي على الحاله الايجاريه فقط؟ لا طبعا. الموضوع لعب بالالقاب ولعب بالالفاظ. احنا في ايه احنا وصلنا للدرجه دي ليه؟ احنا ما فيش احترام للدستور ولا للقانون ولا ان العقد شريعه المتعاقدين ولا الكلام ده خالص خالص.